السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. ان شاء الله هشرح المنهج الجديد لسنة رابعة. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. طيب، أول درس عندنا بعنوان الأماكن والاتجاهات من حولنا. قبل ما أشرح أول درس أحب أعرف سنة رابعة يعني إيه دراسات اجتماعية. طبعا أول سنة ياخدوا دراسات اجتماعية، فلازم يبقوا عارفين يعني إيه دراسات اجتماعية. الدراسات الاجتماعية هي المادة اللي بتهتم بدراسة حياة الإنسان بشكل عام. بتهتم بكل حاجة حواليه، زي إيه؟ زي الأرض، الجبال، الأنهار، البحار، الأشجار والنباتات، تاريخ الإنسان نفسه في الماضي، حياته كانت زمان عاملة إزاي. زي ما أكلمك مثلا عن المصريين القدماء والأهرامات، كل الحاجات دي. حتى حالة الجو برضو الدراسات الاجتماعية بتهتم بدراسة الحاجات دي كلها. طيب، عندي كمان فروع للدراسات الاجتماعية زي الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والتربية الوطنية. تمام كده؟ تمام. طيب تمام. وطبعا برضو عندي الدراسات الاجتماعية بيكون فيها خرايط كتير. طيب ايه هي الخرايط دي؟ ده كله هنعرفه في منهج سنة رابعة إن شاء الله. وعشان يعرفنا على الخريطة، هو ما بدأش بأول درس وقال لي الخريطة إيه هي ودخل على طول يعرفني على الخريطة، لأ، اداني درس كده الأول تمهيدي وعرفني على شوية حاجات كده الأول، بحيث ما يجي يشرح لي الخريطة أبقى أنا فاهم الخريطة دي عبارة عن إيه. طيب، أول درس اسمه الأماكن والاتجاهات من حولنا. طيب تمام، تعالى نشوف الدرس بيتكلم عن ايه. هو دلوقتي بيقول لي لو انت واحد زميلك بيسألك انتوا بيتكوا عامل ازاي، او الشقة بتاعتكوا فين او عاملة ازاي، هتبدأ ان انت توصف له الشقة. شقتنا هناك في شارع كذا، الشقة بتاعتنا عبارة عن صالة وأوضتين ومطبخ، وتبدأ ان انت ايه تعرفه الغرف والشقة عاملة ازاي. بس هو بيقول لي هنا في الدرس، قال لي ان الكلام شفوي كده، وان انت تشرح له كده بالكلام دوت طبعا ما بيوصفش المكان بطريقة واضحة. لا، ان انت توصف له المكان بان انت ترسمه له، ده بيبقى افضل بكتير. ان انت ايه تجيب ورقة وقلم وتعمل له نموذج كده، او مخطط صغير كده يعرفوا البيت بتاعك عامل ازاي او المنزل بتاعكو عامل ازاي. يبقى ان انت ترسم له مخطط مصغر كأنك شايفه من مكان عالي. ده هيعمل ايه؟ هيعرفه المنزل بتاعكو بس بطريقة اوضح من ان انت تتكلم. خلاص كده، يبقى ان انت ترسم له احسن من ان انت ايه توصف له شفهيا بالكلام. يبقى اما يجي هنا ويقول لي سؤال بما تفسر، كلمة بما تفسر هنا يعني ليه. يعني ايه؟ يعني ليه. بما تفسر يعني ليه او لماذا. طيب، السؤال هنا بيقول ايه؟ بما تفسر إذا أردنا وصف مكان ما مثل المنزل أو المدرسة، فيمكننا رسم مخطط مصغر له. نرسم له ايه؟ مخطط مصغر له كأننا نراه من الأعلى، شايفينه من فوق. طيب، ليه نرسم له مخطط مصغر كأننا نراه من الأعلى؟ قال لي الإجابة هنا اهي. يبقى سؤال بما تفسر بنجاوب عليه لأن ذلك يساعد على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات. ده هيوصف لي المكان أوضح من إن أنا إيه أوصفه كده بالكلام بس. طيب تمام. هنا برضو جايب لي المخطط، هنا ده مخطط أهو ماشي للمنزل. حاجات كلها عادية نقراها مجرد قراية، دي كلها حاجات ونماذج مصغرة كده بيقولك ازاي نرسم ونعمل الكلام ده. طيب، هنا مخطط للمدرسة، ده كده مخطط للمدرسة. بيقول لي ان هيبقى في ملعب
في غرف دراسة، في الحاجات دي كلها. طيب المهم هنا عندي ان انا هعرف المعلومة دي، اللي هو بيقول مدرستنا هي بيتنا الثاني والمكان الذي نتعلم فيه طبعا، وبنقضي ايه فيها اوقاتا سعيدة مع المعلمين والاصدقاء. الجزئية دي ممكن تيجي صح وغلط. مثلا ايه، يقول لي مثلا مدرستنا هي المكان الذي نتعلم فيه صح، بيتنا التاني تمام، نقضي فيه أوقاتا سعيدة مع المعلمين والأصدقاء، هنقول إيه صح. طيب تمام. فهنا جايب لك بيقول لك فلنحافظ على مدرستنا كما نحافظ على بيتنا التاني، بيتنا تماما. طيب هنا ممكن يجيب لي سؤال ويقول ليه لازم نحافظ على مدرستنا، هقول له إيه، لأنها إيه بيتنا الثاني والمكان الذي نتعلم فيه ونقضي فيه أوقات سعيدة مع المعلمين والأصدقاء. تمام. أو يقول لك اذكر واجبك نحو مدرستك مثلا، فنقول له برضو إيه واجبي إن أنا أحافظ على المدرسة مثل بيتنا الثاني. تمام كده. طيب هنا برضو كلام عادي خالص. المهم عندي في الصفحة دي برضو النقطة دي بس، اختيار الطريق لا يعتمد على السرعة فقط. ان انا اختار الطريق اللي انا رايحه ما بيعتمدش على السرعة فقط، بل يجب ان نفكر في الهدف والسهولة معا. يعني ايه الكلام ده؟ يجب ان نفكر في الهدف والسهولة معا. الهدف اللي هو اللي انت رايحه، انت رايح فين؟ الحديقة مثلا، زي المخطط التاني ده، انا هنا رايح الحديقة فلازم ان انا افكر ايه في الهدف، انا رايح فين؟ رايح الحديقة. طيب اعتمد على السرعة والهدف والايه والسهولة، ان انا اخد الطريق المباشر اللي هو يوصل لي الهدف بتاعي. تمام. يبقى اختار الطريق السهل اللي هيوديني او هيوصلني للهدف بتاعي اللي هو الحديقة. تمام كده، وهيوصلني بسرعة. يبقى ما نجيلي صح او غلط. اختيار الطريق لا يعتمد او بيعتمد فقط، اختيار الطريق يعتمد على السرعة فقط. هقول له غلط. ليه غلط؟ لانه ما بيعتمدش على السرعة بس، لا، بيعتمد كمان على ايه الهدف والسهولة معا. هي دي بس الجزئية اللي انا محتاجاها في الفقرة دي او في الصفحة دي. من اول هنا بقى مهم جدا، من اول هنا مهم جدا. هنا هو بيقول لي طرق وادوات تحديد الاتجاهات. بيقول لي انا عشان احدد الاتجاهات نعمل ايه، نحددها ازاي؟ هيجيب لي الاول ايام المصريين القدماء او ايام مصر القديم، زمان قوي قوي كانوا بيحددوا الاتجاهات ازاي، وبعد كده هيقول لي الطريقة اللي نستخدمها دلوقتي في وقتنا هذا او حديثا. تمام كده. طيب زمان كانوا بيعملوا ايه؟ قال لي ايام الانسان قديما يعني كان بيعتمد على الطبيعة. ازاي برضو؟ قال لي كان بيشوف الشمس الصبح، بيقوم الصبح بدري ويقف قدام الشمس زي الصورة اللي قدامنا دي كده، بيقف قدامها ويقول الشمس بتشرق من هنا، يبقى ما دام انا واقف قدامها يبقى ده اتجاه الايه، اتجاه الشرق. طيب هنا في حاجة مهمة قوي 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 نركز فيها، ان انا لو انا عرفت اتجاه واحد بس اقدر ان انا احدد باقي الاتجاهات. يعني انا لو عرفت اتجاه واحد اللي هو الشرق ده اقدر اجيب الثلاث اتجاهات التانيين. ايوه بالظبط، نقدر نجيب الثلاثة التانيين. هما الاتجاهات 4 اتجاهات اصليين و4 فرعيين، وبعد شوية هعرفكم الكلام ده. طيب الاتجاهات اللي قدامنا دي دلوقتي، هو قال لي ان انا لو وقفت قدام الشمس هيبقى ده اتجاه الشرق. طيب قال لي ان الاتجاه اللي عكس الشرق اللي هو ورايا هيبقى ايه؟ هيبقى الغرب. يبقى اللي قدامي ده شرق، يبقى اللي ورايا ايه؟ الغرب. تمام كده. طيب على ايدي اليمين، هو فارد ايدي اهو، على ايدي اليمين يبقى عندي الجنوب، صح كده؟ يبقى الشمال، او على يسارنا الشمال.
تاني هقف قدام الشرق هيبقى اتجاهي كده ايه؟ يبقى شرق، اتجاهي شرق. طيب يبقى العكس بقى، ورا يبقى الغرب، على ايدي اليمين الجنوب، وعلى ايدي اليسار الشمال. تمام كده؟ تمام. يبقى من خلال معرفتي لاتجاه واحد اقدر ان انا اجيب باقي الاتجاهات. يبقى هنا سؤال دلل، لما يقول لي اعتمد الانسان قديما على الطبيعة لتحديد الاتجاهات مستخدما وسائل متعددة، ويقول لي دلل، يبقى هنقول له ايه؟ استخدم الشمس لمعرفة ايه؟ الاتجاهات نهارا. نهارا يعني بالنهار او الصبح، بقى يقف قدام الشمس ويعرف اتجاهات. طيب امال بالليل كان بيعمل ايه او بيحدد اتجاهات ازاي؟ قال لي كان بيعتمد على النجوم. يبقى اما يجيب لي السؤال ده اللي احنا قلنا دلل، هنقول له الطريقتين دول، الشمس بالنهار والنجوم بالليل. طب النجوم بالليل ازاي؟ قال لي ان المصري القديم كان بيستنى نجم او بيعرف نجم في السماء اسمه النجم القطبي الشمالي. النجم القطبي الشمالي ده كان نجم بيلمع في السماء على طول، هم عارفين ان هو بيشير على طول لايه؟ لاتجاه الشمال. يعني اول ما يشوفوا النجم ده يعرفوا كده ان هم في اتجاه ايه؟ اتجاه الشمال. وانا قلت لكم ما دام هو عرفنا اتجاه واحد نقدر ان احنا نحدد ايه؟ باقي الاتجاهات. طيب النجم ده بيشير دايما لاتجاه الشمال، هم كانوا يقدروا ايه؟ يحددوا باقي الاتجاهات. طيب تمام. هنا سؤال بيقول لي لم يعتمد الإنسان في الماضي على الشمس فقط لتحديد الاتجاهات. طبعا ما كانش بيعتمد على الشمس بس، ليه؟ قلنا النجوم كمان، بل استخدم النجوم أيضا. وقد برع المصريون القدماء في علم الفلك. العلم الفلك اللي هو علم دراسة النجوم والكواكب والأجرام السماوية، الحاجات اللي هي في السماء دي كلها. طيب تمام. حيث استعانوا لتحديد الاتجاهات ليلا بإيه؟ بالنجم القطبي الشمالي. النجم القطبي الشمالي ده ايه؟ ده نجم لامع في السماء وبيشير دائما لاتجاه الشمال. خلاص كده. يبقى هنا الشمس قلنا لو وقفنا قدامها يبقى كده انا في اتجاه ايه؟ الشرق. انما النجم القطبي الشمالي لو ظهر او انا شفته في السماء يبقى احنا كده في اتجاه ايه؟ الشمال، او بيشير دائما لاتجاه ايه؟ الشمال. ممكن نجيبها لك اخضر او صح وغلط. تمام. طيب هنا سؤال بما تفسر، وقلنا بما تفسر يعني كأنه بيقول لي ليه أهمية النجم القطبي الشمالي عند مصر القدماء. طيب هو هنا السؤال قال لي بما تفسر وراح قال لي أهمية، يبقى أنا أجاوب بلأن ازاي يا مس؟ وانت قلت لي الإجابة على سؤال بما تفسر بلأن. أقول لك أول ما يجيب لي بما تفسر ويقول لي أهمية، أجاوب على طول بأهمية الحاجة اللي هو عايزها. الأهمية النجم القطبي الشمالي أذكر على طول أهميته. هنا السؤال كأنه بيقول لي اذكر، أو على طول بيقول لي قول الأهمية بتاعت كذا. تمام. هو قال أهمية النجم القطبي الشمالي عند المصريين القدماء، هقول له عند تحديدهم موقع هذا النجم يستطيعون تحديد إيه؟ باقي الاتجاهات. تمام كده. طيب هل أنا عندي أدوات تانية أقدر إن أنا أحدد بيها الاتجاهات من غير ما أخرج للشمس أو استنى بالليل النجم القطبي الشمالي؟ يبقى معايا حاجة هي اللي بتحدد لي الاتجاهات. قالوا طبعا في أداة اسمها البوصلة. عندي أداة اسمها ايه؟ البوصلة. البوصلة دي لو هي معاك هتقدر تحدد بيها الاتجاهات من غير ما تصحى بدري للشمس، او ان انت تستنى الليل يجي عشان ايه؟ تشوف النجم القطبي الشمالي وتحدد الاتجاهات. لو معاك البوصلة تقدر تحدد الاتجاهات. هي بقى يا مس البوصلة دي معناها ايه او هي ايه بالظبط؟ قال لي ان هي أداة، حاجة كده بتحتوي على ايه؟ على إبرة مغناطيسية. يبقى هي أداة فيها ايه؟ فيها إبرة مغناطيسية. الإبرة دي مالها؟ بتشير دائما لاتجاه الشمال المغناطيسي. الشمال المغناطيسي زي مين؟ قلنا النجم القطبي الشمالي بيشير دايما لاتجاه الشمال. برضو الإبرة المغناطيسية أو البوصلة فيها إبرة مغناطيسية بتشير دايما لاتجاه الشمال المغناطيسي. تمام كده. طيب ايه هي الإبرة المغناطيسية وايه الكلام اللي هو في البوصلة ده؟
اللي هو أصلا اكتشف الموضوع ده أو اخترع البوصلة كان دايما بيمسك مغناطيس وبيربطه بحبل أو بفتلة كده وبيقعد يحركه يمين وشمال، لقى إن هو المغناطيس لما بيقف على طول بيشير لاتجاه الشمال، وجرب الموضوع أو التجربة دي كذا مرة ولقى إن برضو المغناطيس بيشير لاتجاه الشمال. فعمل الأداة اللي هي البوصلة وحط فيها إبرة مغناطيسية رفيعة خالص، بحيث إن احنا لما نيجي نستخدم البوصلة والإبرة المغناطيسية هتقف في مكانها، نعرف إن هي بتشير لاتجاه الشمال، يبقى احنا كده في اتجاه الشمال، وبالتالي نقدر إن احنا نحدد باقي الاتجاهات. هنقول بقى عكس الشمال ايه، وعلى ايدنا اليمين ايه، وعلى ايدنا اليسار ايه. تمام كده. عندي ايه تاني غير البوصلة؟ حاجة بقى بتجيب لي الاتجاهات او بتعرف لي الاتجاهات بسرعة جدا وبدقة اكبر كمان. هي ايه؟ هي البوصلة الرقمية. ايه البوصلة الرقمية دي موجودة على الموبايل عن طريق ان انت هتنزل ابليكيشن او برنامج على الموبايل، هتقدر ان انت تحدد اتجاهات وانت في مكانك وبسرعة كمان وبدقة اكبر. يبقى يمكننا اليوم استخدام البوصلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية، الموبايلات اللي معانا. طيب احنا نقدر نستخدم البوصلة الرقمية دي، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ما النتائج المترتبة؟ يعني ايه اللي هيحصل بعد كده وايه اللي ترتب على كده؟ الإجابة بإيه؟ بيساعد ذلك على أو حيث يتم كذا وكذا، على حسب الإجابة اللي أنت هتجاوب. هنا قال مما يساعدنا على تحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. تمام. أنا معيش بوصلة، معايا الموبايل. طبعا دلوقتي بنعمل كل حاجة على الموبايلات. عندي ابلكيشن للبوصلة الرقمية هفتحه على طول، لو انا منزله قبل كده هفتح على طول البوصلة الرقمية واعرف اتجاهات بسرعة ودقة اكبر. تمام. طيب. انا قلت لكم ان احنا عندنا الاتجاهات الاصلية عددها 4، وعندي كمان حاجة اسمها الاتجاهات الفرعية. طيب واحدة واحدة كده وتعالوا معايا نشوف الاتجاهات الاصلية. قال لي لو انا واقف في مكان فوق كده، يعني ناحية فوق هنا كده، يبقى انا ايه؟ واقف في اتجاه الشمال. طب لو انا نزلت تحت هيبقى ده اسمه اتجاه الجنوب. تمام. طيب لو على ايدي اليمين هيبقى اتجاه ايه؟ الشرق. لو انا واقف ناحية اليسار كده هيبقى الغرب. لازم نحفظ الاتجاهات دي كويس جدا جدا جدا، هتفيدنا بعد كده في الخريطة. هاجي اقولك البحر ده فين، هتقولي لي يا شمال يا جنوب يا شرق. يبقى انت لازم تبقي عارفة، او انت لازم تكون عارف الاتجاهات الاصلية بالظبط وتحفظهم، علشان ما اقولك ده في اتجاه ايه، او البحر ده فين، الجبل ده فين، تقدر ان انت تقول لي مكان. تمام. يبقى لو واقف فوق يبقى شمال، واقف تحت جنوب، على اليمين شرق، على اليسار يبقى غرب. طب لو انا مش واقف حاجة من دول وجيت وقفت هنا كده بين الشمال وبين الشرق، هيبقى المكان ده اسمه ايه؟ يا ترى هيبقى اسمه الشمال الشرقي ولا هيبقى اسمه الشرق الشمالي؟ لا، هقول لكم حاجة. انا عندي الخط ده اهو كده شمال جنوب، وعندي هنا شرق وغرب. طيب لما اجي ابدا بالاتجاه اللي هو الفرعي اللي انا حطيته هنا، ده كده اسمه اتجاه فرعي، وهنا كده اتجاه فرعي. تمام. هنا كده اتجاه فرعي وهنا برضو اتجاه فرعي. يبقى الاتجاهات الأصلية 4 والاتجاهات الأصلية 4 والفرعية 4 برضو. طيب أنا عندي هنا كده الخط اللي هو الواقف ده كده الرأسي ده اللي هبدأ بيه أي اتجاه فرعي. زي هنا كده هبدأ بمين؟ هو بين الشمال والشرق، يبقى هبدأ بالشمال لأن المس قالت هبدأ بالخط اللي هو الواقف ده، يبقى اسمه شمال شرقي. طب الاتجاه دوت اسمه ايه؟
هنيجي نشوف الخط اللي واقف فين اهو، يبقى ابدأ بيه، يبقى اسمه ايه؟ جنوب غربي. تمام. طب نيجي نسمي ده كده، هيبقى اسمه ايه؟ نبدأ بالخط اللي واقف ده الرأسي ده، يبقى الشمال الايه؟ الغربي. تمام كده. تمام. يبقى عندي 4 اتجاهات أصلية و4 اتجاهات فرعية. بتحفظوا كويس قوي، نعرف نفرق بينهم. وبكده يبقى خلصنا الدرس. درس سهل جدا وبسيط، مفهوش اي حاجة. لو اي حد عنده استفسار او اي سؤال يكتب لي في تعليق او يبعت لي على الجروب، مفيش اي مشكلة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.